أهلا بيك في أوكتابو. في الفيديو ده هنشرح إزاي تضيف فريق المبيعات الخاص بالبراند. وزي ما قلنا قبل كده مهم نفرق بين نوعين من الفرق داخل أوكتابو. في فريق الشركة عندك وده بيكون مسؤول عن التسويق وإدارة البراندات من ناحية شركتك أو وكالتك. وفي فريق المبيعات الخاص بالبراند أو العميل وده الفريق اللي بيستلم الليدز ويتابع مع العملاء علشان يقفل الفرص البيعية. كل فريق فيهم ليه طبيعة شغل مختلفة ومكان مختلف للإضافة وصلاحيات مختلفة داخل المنصة. يعني ببساطة فريق الشركة هو الفريق الداخلي عندك كوكالة تسويق، أما فريق المبيعات فهو الفريق التابع للبراند أو العميل نفسه. ممكن يكون عندك أدمن من جهة العميل أو مدير مبيعات أو أفراد مبيعات بيتابعوا الليدز والرسائل. وعلشان الشغل يبقى منظم بنضيف فريق المبيعات من داخل البراند نفسه مش من إعدادات الشركة العامة. علشان تضيف فرد جديد لفريق مبيعات البراند ادخل الأول على البراند اللي عايز تضيف له الفريق. بعد ما تدخل جوه البراند هتلاقي زرار إضافة الفريق. اضغط على زرار إضافة الفريق. هتفتح لك شاشة أو استمارة بسيطة لإضافة بيانات الشخص الجديد. أول حاجة اكتب إيميل الشخص اللي عايز تضيفه. بعد كده حدد اختصاصاته أو دوره داخل البراند. يعني هل هو أدمن من طرف العميل ولا مدير مبيعات ولا فرد مبيعات مسؤول عن المتابعة والرد. اختيار الدور هنا مهم جدا لأنه بيحدد الشخص ده هيقدر يشوف إيه ويتعامل مع إيه ويعمل إيه جوه البراند. مثلا أدمن العميل ممكن يكون عنده صلاحيات أوسع لمتابعة الأداء وإدارة الفريق. مدير المبيعات ممكن يتابع الليدز يوزعها ويراقب أداء فريقه. وفرد المبيعات ممكن يكون مسؤول عن استلام الليدز، الرد والمتابعة مع العملاء. فخلي بالك دايما إنك تختار الدور المناسب لكل شخص حسب مسؤوليته الحقيقية. بعد تحديد الدور حط له باسورد مؤقت. الباسورد ده بيكون بس علشان يقدر يدخل أول مرة على المنصة، وبعد كده الشخص نفسه يقدر يغيره من حسابه. يفضل تستخدم باسورد بسيط وواضح مؤقتا لكن آمن، وتبلغ الشخص إنه يغيره بعد أول تسجيل دخول. بعد ما تراجع البيانات اضغط على زرار الإضافة. أول ما تضغط إضافة أوكتابو هيبعت إيميل للشخص الجديد. الإيميل ده هيكون فيه دعوة الدخول على المنصة ومعاه بيانات الدخول زي اسم المستخدم والباسورد المؤقت اللي انت ضفته. من خلال الإيميل الشخص يقدر يأكد دخوله على أوكتابو ويدخل على البراند اللي اتضاف عليه. كده فرد المبيعات بقى موجود جوه البراند، ومن هنا يقدر يشتغل حسب صلاحياته. يشوف الليدز المخصصة ليه، يتابع المحادثات، يرد على العملاء لو عنده الصلاحية، ويكمل رحلة البيع بناء على البيانات اللي جاية من قنوات التواصل. وده بيساعد إن كل ليد يبقى ليه مسؤول واضح وكل متابعة تبقى متسجلة وكل فريق يعرف دوره جوه المنصة. خد بالك إن إضافة فريق المبيعات جوه البراند خطوة مهمة جدا قبل ما تبدأ تشغيل الشغل بشكل كامل، لأن بعد ربط القنوات ودخول الليدز لازم يكون في أشخاص مسؤولين عن المتابعة. مين هيرد؟ مين هيستلم الليد؟ مين هيتابع الفرصة؟ ومين هيشوف التقارير؟ كل ده بيتحدد من خلال إضافة الفريق وتوزيع الصلاحيات بشكل صح. خلينا نراجع بسرعة اللي عملناه في الفيديو ده. فرقنا بين فريق الشركة وفريق مبيعات البراند. دخلنا على البراند المطلوب. ضغطنا على زرار إضافة الفريق. كتبنا إيميل الشخص الجديد. حددنا دوره واختصاصاته. أضفنا باسورد مؤقت. وبعدها ضغطنا إضافة علشان الشخص يستلم إيميل الدعوة ويدخل على المنصة. كده فريق المبيعات الخاص بالبراند جاهز يبدأ يشتغل من جوه أوكتابو. في الفيديو القادم هنشوف إزاي نضيف وكلاء ذكاء اصطناعي وإزاي نتحكم فيهم حسب طبيعة كل براند. أوكتابو، منصة واحدة، إمكانيات كتير.